السلام عليكم جيش ابو القاسم. مثل ما انتم شايفين عيوني حمر طالع من الحمام، شعري لسه مجعلك، شايفين وراي. طبعا الحمد لله رب العالمين، نحن حاليا البيت الملك لله، اجار يعني، اوكي. فانتقلت لبيت جديد ورتبت ونسقت وراح افرجيكم كل شيء، تمام. ومثل ما شايفين ابو عمار الغالي عم يساعدني بكل شيء. رتبنا الامور، راح افرجيكم التنسيق بيني وبينكم وافرجيكم الزوايا اللي انا اخترتها طبعا، ماشي. مثل ما انتم شايفين هنا زيت، بسم الله ما شاء الله. طبعا صار صالون مرتب. الحلو بالموضوع انه ان شاء الله انا راح استمر. شايفين هاي الشربايه متابعين العراقيين او هاي الكنبايه، هاي راح تشوفوني يوميا اصور عليها ان شاء الله. يعني هذا راح يكون تصويري، لانه حاليا الوضع جدا مأساوي لدرجه اني ما بدي اسوي استديو واتكلف، لانه كل ما عم اتكلف على الاستديو عم ننقل من مكان لمكان. فان شاء الله هذا البيت متواضع جدا. طبعا هذا الصالون لسه بغرفه هين بمطبخ وحمام هناك، اوكي. طيب راح افرجيكم اول شيء. هنا مثل ما شايفين البرادي، شايفين شلون رتبناهن. طبعا تحياتي لابراهيم، هو اللي زبط لي اياها، القماش المرتب النافر. شايفين اللي اخترته انا بالموضوع مجلس عربي. شايفين هذا المجلس العربي ليش؟ لانه في ناس تحب تقعد على الارض، وبنفس الوقت اخترت كنبايات طبعا منسقات مع البرادي. شايفين هذا كرسي، هي طاولتها. نجي هنا ابو الخل لسه عم يعني يظبط له الوضع. شايفين مع هاي، يعني اذا ملاحظين المجلس العربي، شايفين ما شاء الله من اول الغرفه لاخر غرفه. يعني انا سويت من هين ميله مجلس عربي، وهاي الميله كله شو مجلس حضاري. يعني مثل شايفين هذا هيك، اوكي. خلينا نرجع على الزاويه هاي ونفرجيكم البيت المضبوط. شوفوا بسم الله ما شاء الله. يعني صار وراي من هنا مجلس، تمام. هناك كنبايه زاويه، وهين كنبايتين مثل ما انتم شايفينها. ملاحظه بس، الحلو والمكيف عليه انا والمبسوط بيه انه غير يوميا راح نشوف التصوير هنا، نقعد هنا ونصور انا وابو الخل، تحديات افكار. شايفين الطاوله هاي هيك مرتبه. خلص انا استقريت، يعني ان شاء الله استقرار مرتب. واهم شيء اذا تلاحظون بالزاويه هناك ورا خالد، شو القران الكريم. ليش؟ لانه الا بذكر الله تطمئن القلوب، تمام. وهاي المفاجاه الكبرى. حاليا راح افرجيكم احلى شيء بصراحه انا جبته. بصراحه هالحز راح افاجئكم بس بشغله واحده. اول شيء انتم راح تقولوا لي شنو هاي. طبعا هاي الحنفيه مو شايفينها؟ مي يعني حنفيه مي مركبه بالحيط مثل ما انتم شايفينها. افرجيكم اياها اكثر. الحنفيه طولوا بالكم، يعني مي مركبه بالحيط خالص. هاي ايدي ورا الحنفيه. شوفوا شو راح يصير، طولوا بالكم. ابو الخل بس اقول لك طفي ابو الخل. شايفين؟ مي. طيب اوكي، اذا ايدي انا ورا الحنفيه منين عم تنزل المي؟ شغل خالد لتبين عليه مزبوط. شايفين الماء؟ ماء عم تنزل مي من فوق. هاي مي عم تنزل من حنفيه. هاي الحنفيه السحريه. راح تقولي لي بعدها مش مركبه. شايفين؟ هاي القطعه بصراحه اضافت جماليه جدا حلو للصالون. اعطونا رايكم. بنفس الوقت هاي الطاوله الخام الحلوه. شايفين؟ خالد ارجع اطفي تبين على الزاويه. شوفوا بس تفضل. اسمعوا الصوت. شوف الماء، تحس بكل معنى الكلمه. يعني هاي راح تكون موجوده معي بالتصوير. انا اخترت هذا الموديل، حنفيه سحريه بتنزل المي من الهواء. يا جماعه اللي بده شكل خالد انا ما عاد ابين شكله. اشوف اوكي. طبعا انا منور والنور بنوركم طبعا. هين بنفس الوقت اذا تلاحظون اخترت نفس الطاوله الخام، يعني بكل زاويه. وبنفس الوقت يعني انا هذا تنسيقي، تمام. وهذا اللون انا اخترته ورتبناهن انا وبالخل. وبنفس الوقت عندي هاي الزاويه كمان طاوله. يعني انا عندي 3 زوايا مثل ما انتم شايفين. بعطيكم الزاويات كامله. عندي زاويه رخام، طاوله رخام، بزاويه طاوله رخام مع طاوله رخام. تنسيق حلو، مجلس عربي ومجلس مثل ما يقولون حضاري. هين انتم شايفين الكرسيين مرتبات. طبعا لسه نحن عم نرتب، تمام. لسه بيش كثير اشياء ما رتبناهن. اوكي، حاليا بدنا نقعد معاكم ونتهرج. ارجع اذكركم، هاي اللي بده يسالني ليكون مركب بالحيط، هاي مي مركب بالحيط. مي مركب بالحيط يا جماعه. شوف بسم الله ما شاء الله، قطعه بتجنن. شوف
شوف المي تحس شيء بكل معنى الكلمة رائع. هاي اطفيناها، طفيت المي. اكيد في ناس راح تكتشف انه هذا مو سحر. حاليا ثبتنا الكاميرا هين، شايفين؟ راح تشوفونا ان شاء الله يوميا هين. اتمنى منكم شغله واحده بس، تحطوا لنا لايك، تشتركوا بالقناه، تشاركون الفيديو قدر المستطاع. انا قادر طبعا. اول شيء نقول يعطيك العافيه ابو عمار، شايفين ابو عمار عم يظبط لنا الوضع. الله يعافيك حبيبي. خيو اني وعدت خالد وعد انه انا احب الاستمرار، بس ما كنت مستقر. يعني انتقلت هذا تقريبا، انا عندي بيت، بيتين، ثلاث، اربع بيوت سكنت بيهن، وانتقلت. كل ما ارتب بيت كل ما استقر. وخاصة الاستقرار، انتبهوا، الاستقرار النفسي، الواحد لما نفسيته تستقر افضل بكثير من انه يلاقي بيت ونفسيته مو مرتاحة. فهمتم علي؟ فانا الحمد لله رب العالمين لي ما يقارب 8 اشهر بهاي المنطقة. نقلت على بيت جديد، كنت ببيت اصغر فنقلت على بيت جديد. مثل ما انتم شايفين الصالون متواضع، هذا صالون بس، لسه في غرفة نوم، في مطبخ. اذا هذا الفيديو وصل 1000 لايك اصور لكم الجزء الثاني، بس لسه شوفوا لسه في عندي هذا الحيط. مو خالد الحيط طبعا يا جماعه، ما اقصد خالد الحيط. هذا الحيط بدي احط له لوحه، فانتم شو بتنصحوني؟ لوحه عليها رسمات او قران كريم؟ انا طبعا عندي لوحه هناك حاط عليها آية مثل ما انتم شايفينها. شايفينها؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، تمام، أستغفرك وأتوب إليك. فأنا عم أفكر إنه نجيب نفس اللوحة بس كبيرة، نحطها بالصدر، يصير صالون إن شاء الله. فلسه في ثريا وفي لوح، عفوا لوحة فنية أو لوحة قرآن كريم. وبدي شغله ثانيه لسه على الهم، اللي هو الاناره. يعني راح تشوفون اناره لسه احسن من هاي. هاي ابو الخل معانا، قرب ابو الخل. راح تشوفون اناره، يعني شلون مثلا هذا انا وخالد قاعدين، راح تكون في اناره ورانا. وبنفس الوقت دروعة اليوتيوب، عندي درع ذهبي ودرعين فضه، راح احاول اني الاقي لهم زاويه مرتبه، اذا مو بالصالون بغرفه ثانيه. بس انا بدي رايكم حاليا، تقييمكم للالوان المتناسقه، نسقت اللون. شايفين على فكره هذا، بدي افرجيكم شيء، هذا اللون مو ازرق، شايفين فيه خط ذهبي، صح؟ هذا مطرز ذهبي. يعني هذا اللون مع المقعد هيك، مع الكنبايه، مع البرادي، بتنسيق حلو. فأنا بدي من البنات خاصة يعطونا رأيهم بالتنسيق، تنسيقي هذا. وإن شاء الله قريبا تشوفون غرفة النوم والمطبخ. غرفة النوم يعني قصدي أنا الخزانات، كله تراث قديم. أنا أحب من نوع، أحب الأشياء القديمة، الماله قديم ماله جديد. حطوا لايك، اشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. راح تنتظروني بفيديوهات جديدة. أنا أنصحكم تتابعوني هالفترة، خاصة لأنه راح أصير عفوي جدا معاكم بتحديات أنا وأبو عمار، وبتحديات جدا. أول تحدي راح يكون بالمسبح، مو هنا، أول ما تصيف الدنيا، يعني يمكن الأسبوع الجاي أو قبل العيد راح يكون في تحدي بالمسبح، في تحديات بالنادي. ويعني نحن لابسين واسع، ما راح نفرجيكم العضلات مع الأيام، إن شاء الله تشوفون العضلات. كان معكم حمودي وخالد أبو عمار، يما فديت. السلام عليكم.